بسم الله الرحمن الرحيم. آخر المستجدات في محافظة درعا 12/7/2013. نبدأ من درعا البلد. استمرار الاشتباكات بين أبطال الجيش الحر وشبيحة النظام على أبواب حي المنشية، ورافقها قصف عنيف على أحياء درعا البلد، واستمرار القصف على قرى ومدن درعا. وفي بلدة اليادودة خروج مظاهرة تنادي باستمرارية الثورة في ظل القصف الذي تشهده المدن المجاورة. وأما في المنطقة الغربية قصف على قرى وادي اليرموك بالتزامن مع أداء صلاة الجمعة، وسقوط عدة قذائف على مدينة الشجرة. وفي بلدة النعيمة قصف بالمدفعية الثقيلة على البلدة في جمعة حتى نغير ما بأنفسنا. وفي داعل هناك قصف براجمات الصواريخ على المدينة والأهالي في المساجد، وأطلاق رشقات رشاش من حاجز بناية الساحر باتجاه السهول الجنوبية في الشيخ مسكين، وسقوط عدد من الجرحى على بلدة سحم الجولان. وما زال القصف مستمر براجمات الصواريخ على البلدة. هذه آخر المستجدات في محافظة درعا وريفها. جمعة حتى نغير ما بأنفسنا. أبو أحمد الحوراني، شبكة أخبار درعا الجريحة، قناة دير الزور الفضائية.